السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب بس أتكلم في موضوع مهم علشان بيجيلي أسئلة ياما جدا عليه، مش لازم في التعليقات. بالناس بتتصل بيا بتكلمني في الموضوع ده، من خلال برضو البوستات اللي على الفيس، من خلال البث المباشر، من خلال حاجات كتير جدا بيجيلي الأسئلة دي أكتر حاجة عامة. طيب، علشان ننهي الحوار ده، تمام، عامة السؤال ده أنا رديت عليه ياما في البث المباشر، وبرضه بيجيلي نفس السؤال تاني. هل مثلا لما مثلا اتكلم عن السمان، مثلا عن الفراخ، عن الديك الرومي، عن الكلام ده كله، بيقول لي هل مثلا ده مربح او هل ده كذا؟ بص افهمكوا حاجه، هما لما بيجوا يقولوا كده بيقولوا هل المشروع ده مربح. بص افهمك حاجه، اولا مفيش حاجه مش مربحه، لان لو الحاجه دي مش مربحه ما كانش غيرك عملها ونجح فيها. فاهمين قصدي؟ لو الحاجه دي مش مربحه كانش غيرك عملها ونجح فيها. تمام. هتقول انا مش قصدي كده، انا قصدي مثلا كذا والحكايه ورايا. طب مبدئيا اصلا كلمه مشروع دي ما تنفعش. ليه؟ لان التربيه بالذات ما ينفعش تقول فيها مشروع ايا كان. ليه؟ لان انت لو هتخشها كمشروع، تمام، انت ممكن تجيب كميه كبيره وتقول في دماغ مثلا، او تقول لحد او يعني ايا كان تقول في بالك ان هي مشروع، بس لازما اهم حاجه زي ما بقول لكم انها تكون انت بتحب الحاجه دي. يعني شوف انت بتحب ايه واشتغل فيه. ليه؟ ممكن يقابلك حاجات ياما جدا، زي آه عندك كمية، الطلب قل شوية، بس كده كده بيبقى في طلب، بس الطلب قل شوية، تخزن عندك عادي، حاجات من دي ياما. مثلا حاجات ماتت، اللي انت في الاول هتقابل صعوبات ياما، انت في الاول هتقابل صعوبات ياما، ان انت في اول الطريق اكيد لازم تقابل صعوبات. تمام. فلازم تكون بتحب الحاجة دي الأول، عشان أي صعوبات تجيلك تعرف إيه تتفاداها، أو تعرف تعديها بدماغك. تمام. أنت مثلا هنقول أقل ما فيها قاعد في شقة، تمام، عندك أوضة فاضية على الطوب، تمام، مثلا عايز تعمل أي حاجة أنت بتحبها. مثلا إحنا هنبدأ مثلا من الرخيص للغالي، من يعني أكتر مكسب وأقل حاجة، أقل تعب لأغلى مكسب وأعلى تعب. وكمان ده مش تعب بالنسبة لناس ياما، يعني في ناس عاملة أكتر من كده بكتير جدا وهي لوحدها كمان. طيب مثلا هنبتدي مثلا لو جبت أسرة واحدة بس ديك رومي، ديك وثلاث فرخات، تمام، قول مثلا هتطلع لك في الأسبوع 10 بيضات. تمام. أما أصلا التلات نتايات هيطلعوا لك أكتر من 10 بيضات بياما، بس أنا بقول مثلا عملتها بالنافع. أنت فاهم؟ يعني 10 بيضات، وهنعمل نافق كمان 1%، قصدي 10%، علشان لو مثلا في كتكوت مات ولا حاجة هتبقى ايه؟ هتبقى 9 كتاكيت. طيب الكتكوت بيتباع ب100، مع ان لو دخلت مثلا في الديك الرومي التركي، ولا الديك الرومي اللي هو التايجر ولا الكلام ده كله، التايجر بيتباع الكتكوت ب250 عمر يوم، وبيتباع ب300، والكتكوت الأحمر بيتباع ب900. بس خلينا في الديك العادي، الديك الرومي العادي، تمام. كتكوت بيبيع ب100، فانت هتضرب 9 في 100، 900 جنيه في الأسبوع. تمام. لو جيت تعملها على الشهر هتبقى 3857 جنيه. تمام، 3857 جنيه. تمام. لو قلت 857 جنيه أكل، مع إنه هو عمره ما هياكل في الشهر 857 جنيه أكل عمره، وأنا عارف، بس قول مثلا 857 جنيه أكل، تمام، باستهلاك كهرباء بمية بالكلام اللي اصلا مش هياخده ده كله، يعني في 3000 جنيه في الاسبوع في الشهر مكسب ليك، وانت قاعد ما بتعملش اي حاجة غير ان انت بتعمل حاجة انت بتحبها، لان احنا قلنا دي هواية، فانت بتعمل حاجة انت بتحبها. تمام. ندخل في اللي بعديها، مثلا لو جيت تعمل فراخ مثلا فراخ بياض، يعني اللي هو تاخد بيض يعني وتبيعه. مثلا لو جبت لك 50 فرخة، 10 ذكورة و40 نتاية، على كل ذكر 4 فرخات. ال4 فرخات دول المفروض علشان هي فراخ بياض، يعني مثلا نقول فراخ جميز، تمام،
هتبقى حوالي 40 فرخة هيجيبولك بالنافق اللي هو 10%، هيبقى 36 بيضة في اليوم. 36 بيضة في اليوم دلوقتي عاملين 180 عاملين قصدي 36 بيضة. البيضة دلوقتي عاملة 7 جنيه و7 جنيه ونص، في ناس بتبيعها ب7 ونص وفي ناس بتبيعها ب7 جنيه. انت علشان مثلا نقول ممكن تبيعها لاسمه ده السوبر ماركت، ولا ممكن تبيعها لأي حد، فهنقول مثلا 5 جنيه، يعني لو ضربت 36 جنيه في 5 هيبقى معاك 180 ايه 180 جنيه في اليوم. 180 جنيه في اليوم. تمام. لو جيت تحسبها مثلا في الأسبوع 180 في 7 هتبقى 1260 جنيه. تمام. لو جيت تعملها في السنة في سنة ايه في الشهر قصدي، 180 في 30 ب5400. تمام. لو جيت تقول في الشهر هياكلوا ب1400 جنيه. تمام. مع ان البياض ما بياكلش ياما زي الجميزة مثلا، ما بتاكلش ياما خالص، بتاكل نقانيق. تمام. يا دوبك تنقر لها طنجتين، ما بتاكلش ياما. فمثلا لو قلت في الأسبوع، خلينا مثلا في الأسبوع، لو في الأسبوع هتاكل 280 جنيه. تمام. بالاستهلاك كده هتبقى معاك في الأسبوع 1000 جنيه في جيبك، يعني 4000 جنيه وكسور في الشهر. 4000 جنيه وكسور في الشهر في جيبك. تمام. من شوية حاجة حطيتهم في الأوضة. تمام. ندخل بقى في الحاجة الأكبر والأسهل. يعني أنا من وجهة نظري أنا الحاجة دي أسهل ومكسبها عالي جدا. السمان كتير جدا بيحبوا السمان جدا. انت ممكن ما تكونش عارف اصلا ايه هو السمان، او ممكن ما تكونش واخد بالك اصلا ان الناس بتحبه، لكن جروبات سمان ياما جدا، الناس بتطلب بطريقه ياما جدا. لو تتخصص في حاجه لازم تحددها الاول قبل ما تعملها. لو تتخصص في بيض لازم تشوف انه النوع اكتر نوع بيطلع بيض، زي مثلا الحبشي. الكلام ده لو تخصص لحم هتخش مثلا في التاكسز او في البيور. فاهمين قصدي؟ طب هنعتبر ان انت اتخصصت في البيض. تمام. هنعتبر ان انت اتخصصت في البيض، يعني هتجيب 1000 سمانة. خد بالك 1000 سمانة مش كتير. 1000 سمانة مش كتير. تمام. هتجيب 1000 سمانة، هتجيبهم ما تجيبهمش أعلى من عمر 10 أيام. بص انت علشان لو انت مبتدئ فانت تجيبهم عمر 10 أيام، تكون عدت مرحلة الخطر. لأن قبل ال10 أيام بيبقى في خطر، بعد ال10 أيام ما بيبقاش في نافق ولا الكلام ده كله. تجيب 1000 سمانة عمر 10 أيام. تمام. وتبقى اوعى تجيب شغالين ضمان، اوعى تجيب شغالين حتى لو ضمان، اوعى تجيب، لان الشغالين بيكون حد عليهم 3 4 شهور، وهم اصلا بيبطلوا بيض بعد 6 7 شهور. فانت بقى كده هتخسر، فبلاش انت تجيبهم لسه 10 ايام كده، 15 يوم 20 يوم بالكتير. تمام. وبرضو ما تعديش ال20 يوم علشان برضو هيخسر معاك في الفلوس. فتجيبهم عمر 10 أيام، من 10 أيام ل15 يوم. تمام. 1000 سمانة. تمام. هيبقى حوالي 800 نتاية و200 ذكر، على كل ذكر 4 سمانات، 4 نتايات. تمام. هتقول نافق، يعني أنا تقريبا عملت نافق 20%، مش 80، مش 10، عملت 20%. يعني هتبقى 600 بيضة في اليوم. 600 بيضة دي الناس بيبيعوا بيض السمان، في ناس بتبيع البيضة ب4 جنيه وفي ناس بتبيع البيضة ب3 جنيه. انت مثلا هنعمل زي الفراخ، هنضرب في المليان، يعني قول الاربع هنعمل زي ما اقل ناس بتبيع، اقل ناس بتبيع 4 بيضات ب10 جنيه. تمام. طيب لو تعمل مثلا الأربعة ب10، يعني تعمل 600 على الأربعة. تمام. هيديك 150 دي هتضربها في 10 هيديك 1500 جنيه في اليوم. 1500 جنيه في اليوم. قول مثلا 500 جنيه في اليوم أكل واستهلاك، لكن صدقني مش هتحصل الرقم ده في اليوم، إنك مثلا تجيب شكارة وتوزعهم على، مش هيحصل، مش هياكلوا بالرقم ده أصلا. بس قول مثلا 1500 جنيه أكل 500 جنيه هيبقى لك 1000 جنيه مكسب صافي في اليوم. بس السمانات ما ترموهمش على الأرض طبعا،
اي حاجه من اللي انا بقولها دي عايزه سلكات، ما عدا طبعا الديكور. ده مثلا عايز عنابر، يعني مثلا لو هتعمله في اوضه، الاوضه مثلا مساحتها ايا يكن، هتبدا تقسمها مثلا على 3 وتعمل فوق 3، هتحط يعني كده 6، وهتحط 6 اسر. بسم الله ما شاء الله، ال6 اسر دول ممكن يدخلوا لك بتاع فوق ال10 15 الف ايوه فعلا. ده 6، احنا قلنا 3000 في الشهر، يعني 3 في 6 18 الف في الشهر. فاهم قصدي؟ طيب المهم هنرجع للسمان. احنا قلنا 1000 جنيه في اليوم طبعا من غير ما احسبها، يعني 7000 جنيه في الاسبوع، 30 الف في الشهر. انت متخيل انا بكلمك في ايه؟ بس لازما تكون هاوي الحاجه دي. طيب هيجي واحد عسلية خالص هيقول لي طب انت ليه ما عملتهاش وليه ما كسبتش انت 1000 جنيه في اليوم و30 الف في الشهر؟ بص يا حبيبي، عشان انا عارف ان السؤال ده هيجي عامة. طيب انا دلوقتي زي ما انتوا عارفين اني انا بلف وبروح مزارع، وبروح حاجات من اللي هي الفخمة اوي دي، وبشيرها وبستشيرها والكلام ده كله، وبيسألني في حاجات وكده، وبروح أعالج حاجاتهم وكده اهو. أما أنا كأنا، أنا ما عنديش مكان، أنا بربي في بلكونة، أنا بربي في بلكونة، مستني بإذن الله بحوش عشان أخد لي مكان عشان أعرف أعمل الكلام ده كله. أنا بربي في بلكونة، تمام. غير كده يعني غير الأكبر، يعني أنا بربي في بلكونة وغير الأكبر زي ما انتوا شايفين انا مش في بلدي. انا كم كل اسمه ده، كل بتاع ده كل 8 كل 4 شهور بنزل الكلية، علشان انا كليتي في اسيوط مش في اسكندرية. فاهمين؟ يعني انا في سكن، مش هينفع اعمل اي حاجة اصلا في السكن. فاهمين قصدي؟ انا دلوقتي قاعد بصور في بلكونة السكن، فانا ايا كان مش هعرف اعمل الحوار ده دلوقتي غير لما اخلص الموضوع اللي في ايدي، اخلصه وكل حاجة هنمشي واحدة واحدة، وهوريكم الكلام ده واحدة واحدة. فاهمين قصدي؟ وطبعا قبل ما تبدأ بقول لكم مرة واتنين وتلاتة، قبل ما تبدأ لازم تكون عارف انت هتعمل ايه كويس. لازم تكون مجرب مثلا في 5 تجواز، يعني تجيب مثلا 5 تجواز تجرب، علشان لما يعيوا منك تعرف تعالجهم، لما اي حاجة من دي تحصل تعرف تتصرف. ما تنساش اي حاجة تجيبها، اي حاجة من دول تجيبها صغيرة، علشان لو جبتها كبيرة هتزعلك، علشان اسمه ايه ده، البيض بتاعها ما بيكونش زي ما انت فاكر. يعني مثلا الفرخة اللي هتبيض لك كل يوم ممكن تبيض لك يوم او يوم لا، لان هي اصلا ممكن تكون كبيرة في السن، ممكن يا عالم انت متعرفش حاجة. وفي اخر الموضوع واخر الفيديو احب اقول لكم مفيش مشروع مش ناجح، مفيش حاجة اسمها مشروع فاشل، في حاجة اسمها انت فشلت فيه، انت معرفتش تعمله. ومفيش حاجة برضو اسمها انت تيجي اول مرة كده جبت لك 10، مع ان ال10 دول مش هيعملوا لك مكسب، ايا كان 10 ايه، جبت لك 10 تمام، وحطيتهم وما لقيتش مكسب غير قليل جدا. طب ايه يعني؟ مش فاهم. انت مثلا لو جبنا قلنا 10 سمانات، ال10 دي كلهم هيجيبوا لك مكسب زي ما أنا قلت. اما مثلا لو 10 سمانات او 10 فراخ، 10 فراخ يعني دكارين وتمن نوتي، تمن نوتي يعني قول حوالي 7 بيضات في الاسبوع، فالسبع 7 6 بيضات في اليوم. ده حبيبي ده لعب عيال، انت فاهم قصدي؟ ده لعب عيال مش اسمه مكسب. طيب لازما في الاول حاجات ياما جدا هتموت منك، هتقابل مصايب، هتبدأ تعالج، هتتعب، الكلام ده معروف يا جدعان. فأي حاجة انت بتبدأ تعملها هتقابل الحاجات الوحشة ليها قبل ما تقابل الحلو، بعد كده هتتعلم. فاهمين قصدي؟ كده نكون خلصنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.